مساكم أحبتي. اليوم أكلنا أكلة تراثية دمشقية اسمها حراق بصبعه. مكوناتها طبعا عدس نسلقه، بعدين الزينة بصل قطع شرائح، حب رمان، كزبرة خضراء مفرومة ناعم، بعدين توم، حطيت توم حب وهي توم مبشور مهروس، والزينة طبعا خبز مقمر. هلا والخبز مثل ما قلنا فور خبز منشفينه قبل بيوم، خبز مو معكرونه ولا عجين. اذا معكرونه اسمها ست زبيب، اذا عجين اسمها اشتاي. هلا فورا كل شيء جاهز عنا. لنحط العدس، بسم الله سلقناه، عندنا جاهز العدس. هلا بنحط العدس وفورا بنحط عليه الخبز الناشف. قبل الخبز الناشف نحط عليه الثوم وقسم من الكزبرة الخضراء. هلا حاطه طبعا زيت زيتون هون. بنحط هلا الخبز الناشف قبل اليوم مثل ما قلت لكم، ما بنحط له نحن عجين او هذا، لا خبز ناشف، ومنقلبه فورا. بعدين بدنا نسكبه. قبل ما نسكبه رح نركز في الخلط. هي كاسة تمر هندي انا حاطه من الاول بس لقيته قليل بحط كمان، وهي نص كاسة دبس رمان، زيت زيتون منيح، وملحه ما شاء الله منيح، بس بدي نحط له شوية ملح. انا استعمل بالطبخ من الملح الصحري. هلا فورا ما شاء الله الاكلة جهزت. رح نسكبها ونزينها فورا. هلا بنسكبها فورا. ما شاء الله خلص صارت جاهزة الحرارة بصعب. هلا الزينة بنزين. أول كل بنحط محرمة بنزين كزبرة خضراء، نحط كزبرة خضراء، بعدين بنزينها بالبصل، البصل محمر. هلا بنحطها. هي بصل محمر، عفوا خبز محمر. هلا هاد بصل كمان، بصل محمر كمان. برش عليها رمان بيعطي نكهة، الرمان حامض بيعطيها نكهة كتير طيبة. هلا بنغندرها بالفيونكات. هلا طبقنا صار جاهز. بتاكل قدامه مخللات، بصل، فجل، هذا اللي بتاكل قدامه. بنحط بقية البصلات هون، والرمان، هلا
بحرقه بصبعه صار الطبق جاهز. إلى اللقاء يا أصدقاء.